السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم اولا غنحضر معكم هاد المقبلات هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هذا بواحد المقادير اللي بسيطه اقتصاديين وتيجيو بنان بزاف يعجبوا الكبار والصغار. بلا ما نطول عليكم في المقدمه، غير كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي لايك، وغنبداو مباشره في الطريقه مع المقادير. هنا عندي صدر الدجاج اللي مقطع صغير بزاف مع واحد البصله اللي مشلطه مع الفونغي اولا شامبينيون. هنايا كيف كتشوفوا الكميه كتبقى اختياريه على حسب كل واحد والكميه اللي بغى يدير، واش بغى يكثر الكميه على حسب عدد الافراد ديال العائله. كيف كتشوفوا هنايا زدت عليهم شويه ديال زيت الزيتون. بالنسبه لهاد الشامبينيون فانا كان عندي في الكونجيلاتور، الا كان عندكم فري فغادي يكون احسن. هنايا كيف كتشوفوا غادي نضيف واحد الملعقه ديال الزبده من نوعيه جيده. بالنسبه لهاد الوصفه هذه فغادي نخدموا كلشي في المقله، يعني غادي نديروا حتى لاصوص بيشاميل معها في المقله، ما غادي بلا كثره الاواني ولا تماره ولا حتى شي حاجه، راه بالخف تيوجدوا. هنا كيف كتشوفوا غنبدا نتبل شويه الملحه، وغادي نضيف شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود. فقط هذه هي التتبيله. اللي كيبغي شويه ديال الاعشاب المنسمه تقدروا تزيدوا شويه ديال الزعتر اولا شويه ديال اليازير. انا اكتفيت فقط بالملحه والابزار، وغادي نخلي هذه الحشوه تشحر ليا مزيان. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما تشحرت ليا الحشوه تكون العافيه متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف باش الدجاج ما يطلقش لنا هذاك الماء ديالو بزاف وينشف. المهم بالنسبه كيف قلت العافيه خاصها تكون متوسطه. هنا من بعد ما تشحر ليا البصله والدجاج مع الشامبينيون، هنا غنضيف واحد الملعقه ديال الدقيق، ملعقه فقط، حيت ضفت ملعقه ديال الزبده. صافي هنايا غادي نحرك مزيان حتى ينسجم ليا داك الدقيق مع العناصر. كيف قلت لكم غنديروا لاصوص بيشاميل في نفس المقله، وهنا غنبداو نضيفوا بشويه بشويه في الحليب. بالنسبه للحليب تقريبا واحد مقدار ديال كاس. غادي نزيد مازال شويه ديال الحليب، وغادي نخلي هادشي كله يتعلق مزيان ويشرب ليا هذيك لاصوص. صدقوني هاد الوصفه كتجي بنينه بزاف، اللي ذاقها غادي يسولك شنو هي الحشوه اللي دايره. صافي غادي نستمر هكا بالتحريك حتى كيتعلق هذاك الخليط كيف كتشوفوا. وغادي نجيب هنايا الاجبان. هنايا عندي الكرانا وعندي الموتزاريلا. هنايا يمكن لكم تستعملوا اي فرماج بغيتو، تقدروا تستعملوا حتى المثلث اولا تستعملوا الفرماج الاحمر اللي بغيتو تقدروا تستعملوه. انايا اختاريت ندير الكرانا حيت كتعطي واحد النسمه زوينه، والموتزاريلا كتعطي هذيك التعليكه. صافي غادي نطفيو دابا البوطه وغادي نحركو مزيان باش هذاك الفرماج يذوب لينا. وها الحشوه دابا ها هي واجده. يمكن لكم هاد الحشوه ديروها في اي حاجه بغيتو، يعني ديروها في الورقه ديال البسطيله، ديروها بحالي انايا غندي نديرها في البان دومي اللي بغيتو. صافي هنايا هاد الحشو ضروري خاصنا نحطوه في واحد الاناء اللي تيكون بارد، وغادي نغطوه بالسلوفان وغادي نخلوه حتى يتجمع مزيان. يعني تقدروا ديروه في الثلاجه توجدوها مع الصباح وديروها في الثلاجه وتخلوها حتى تبغيو تعمروا لينيم ديالكم اولا اللي بغيتو. كيف شفتوا غطيتها مزيان بالسلوفان وغادي نخليها. هنايا جبت البان دومي.
هاد النوع ديال الخبز راه متوفر في جميع المحلات التجاريه. هنايا كنسرحو مزيان بحال هكا بالمدلك اولا بالثلاج، كنقادو مزيان وغادي نحيد ليه هذوك الجوانب. يمكن لكم تاخذوا هذاك البان دومي اللي ما تيكونش فيه الجوانب. غادي نقطعو بهذه الطريقه هذه. ما تخافوش واخا يتقطع لكم الخبز، راه غادي يتجمع مع الحشو، ما تخافوش منه نهائيا. بالنسبه لهاد البقايا اللي بقاو، فانايا غادي نديرهم وغادي نحمرهم وغادي نطحنهم باش يولي عندي شابلو. هنايا كيف كتشوفوا من بعد ما درت واحد الكميه، فغادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نبدا نعمر. كنعمر بهذه الطريقه هذه. كنجمع، متخافوش نهائيا من الخبز، واخا يبان لكم تقطع راه ماشي مشكل. صافي، وكنحاول انني نقادو بهذه الطريقه هذه صافي على شكل اصابع، وغادي نحط ما تنجمعش حتى من الجناب، حيت الحشو مازال غادي يدار في البيض والشابلور وما غاديش تخرج الحشوه نهائيا. غادي نستمر على هذه الكيفيه هذه بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي. هذا الحشو هذا راه خرج ليا كميه معقوله. وهنايا كيف كتشوفوا وجدت البيض اللي طربته مع الشابلور. غادا نعمر بهذه الطريقه هذه، وغادي ندير في الشابلور وغادي نرجع فوق البيض ونرجع الشابلور. صافي غادي نستمر على هذه الكيفيه. كيف كتشوفوا في الجناب ضروري خصنا نديروا البيض والشابلور باش ما تخرجش لينا الحشو. وغادي نرجعها كيف قلت لكم المره الثانيه في البيض ونرجعها في الشابلور. مني كتوجدوهم بهذه الطريقه، ففي هذه المرحله هذه يمكن لكم تحتفظوا بهم في المجمد. اللي دار شي كونتيتي كبيره يمكن ليه يحتفظ بها الوقت اللي بغاها، كيخرجها من المجمد وكيخليهم غير يطلقوا شويه ومباشره كيقلوهم في الزيت. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي صافي غنبدا نقلي، كنحطهم وصافي وكنبقى نقلب حتى كياخذوا هذاك اللون الذهبي. هنايا مشى ليا الفيديو ديال القلي، وهذا هو الشكل النهائي. كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو مقرمشين وفنين الصراحه واعرين في المذاق. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لايك، والى الملتقى ان شاء الله.